بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. بإذن الله هنتكلم النهاردة عن إصابة كريم فؤاد بالصليبي. يحيى عطية الله في الأهلي. رحيل خالد الجوادي مترجم الأهلي. مكوينة لعيب خط الوسط بتاع صن داونز جدد مع صن داونز لسنة 2029. نتكلم الأول على إصابة كريم فؤاد. للأسف الشديد الأشعة أثبتت إصابة كريم بقطع الرباط الصليبي للركبة، وهيسافر إن شاء الله يعمل العملية، والعملية ديت هتاخد لها برضه من حوالي 7-8 شهور على ما يرجع. كان رد فعل كريم فؤاد إن هو كتب تويتة كويسة جدا بيقول فيها: الحمد لله على أوقاتنا المبهجة ولحظاتنا المتعبة، الحمد لله في كل وقت وفي كل حين، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل شيء، وربنا يوفقه إن شاء الله. دلوقتي في وبعد كده فيه خالد يحيى عطية الله طبعا في النادي الأهلي، ودي صفقة قوية جدا وصفقة ممتازة، وإن شاء الله لمدة سنة على سبيل الإعارة بنية البيع 350,000 دولار، وما يشتروا ونية البيع ب1,250,000 دولار. مكوينة لعيب خط وسط القوي الكبير اللي هو في صن داونز، جدد مع صن داونز لمدة سنة لحد سنة 2029، يعني مدة 4 سنوات. ودي كانت النادي الأهلي كان مركز على اللعيب دوت، وكان عايز يجيبه، ولكن ما حصلش نصيب، وربنا سبحانه وتعالى يعوض النادي الأهلي في حد لعيب تاني. في خبر سريع: اللاعبة سارة سمير بتحصد فضية رفع الأثقال في باريس 24، بتحفظ ماء وجه الفريق المصري أو القافلة أو البعثة المصرية في باريس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.